أنا اسمي نصرة سعيد، ساكنة في منطقة عزبة خير الله. هي منطقة عشوائية جدا جدا، مفيش مرافق فيها، يعني ما عندناش مدرسة، ما عندناش اسم في المنطقة، مفيش حد أصلا بيسأل على المنطقة في أي حاجة. لما دخلوا المية وقالوا ده ضغط عالي، كانوا جايبين مواسير يعني أساسا لا تذكر. كل حاجة بتبقى على حسابنا، مفيش حاجة على حساب الحكومة. الإيجارات هنا من 400 ل 500 جنيه، وفي كمان بيوت بتسكن ب 600 جنيه. ده غير المية والنور، ده على حسابنا، يعني بندفع 400 ده إيجار، لكن المية والنور ده على حسابنا احنا الشخصي. دي أهم حاجة. لما تكون ست جوزها تعبان هتجيب منين 400 و 500 جنيه؟ تجيب منين كل المبلغ ده؟ ليه ما يسكناش في يعني انا عارفه بشوف وانا راكبه المواصلات في منطقه صقر وكريش وهنا وهنا عماير كتيره جدا وفاضيه ما فيهاش حد. احنا مش بنقول يسكنوها لنا لله، ليه ما يسكنوناش وياخدوا مننا مثلا هم 300 جنيه ايجار مثلا، بس على الاقل تبقى مكان يعني حتى عيله يطلع ما يبقاش زي ما يبقاش فيه الحاجات اللي احنا بنشوفها دي. البيوت كلها احنا كده المفروض بيوتنا دي تحت الخطر، في كلها المشرخ واللي ما ينفعش اصلا يتقعد فيه. استلمنا امين وراحوا سلمونا هناك وحدفونا في صحراء زي ما قالوا لك كده، رضينا وقلنا ماشي ومش مشكله. طيب احنا دلوقتي عشان نروح نقعد هناك مش فيه ورق المفروض نستلمه عشان نروح نقعد؟ جواباتنا ما خدناهاش ومدوخينا، وكل اللي شاطرين فيه يقولوا لك منطقه دار السلام والعزبه حرميه. انتوا جيتوا على غفله، بيوتنا عدها كده، هي دي البيوت اللي هنا واللي هنا اللي هي اللي استلمت. ما جاش حد سرق حاجه ولا جه حد مالوش بيت وقال ليا، بالعكس كلنا كده دي بيوتنا وملكنا، وما كناش اصلا احنا عايزين نمشي. هم جم هنا وجم وقالوا دي المنطقه دي خطر ولازم ولازم ولازم. طيب انتوا خلاص طلعتونا ومشيتونا هناك، فين الورق بقى اللي يثبت ان اللي هناك ده حقنا؟ فين جوابنا؟ فين جواباتنا؟ نفسي في اي حاجه تساعدني في بيتي، لان انا معايا ربنا يخلي الصبيان، انت عارفين الصبيان ملطشه معاهم، مش بخليهم يروحوا بعيد عني، هيشتغلوا حراميه لا، عايشين معايا باللي ادوه لنا ربنا. فاديك شايف البيت، واديك شايف انا واخداها دي ب 400 جنيه، وغير التامين اللي بنحطه وغير النور والميه. فعايزه حد يبص لحالتنا، انا مش طالبه حاجه من حد، طالبه حقي ان انت تشغلني بس، حتى لو اوضه وصاله يا عم تكون بدل ما ادفع ايجار كل شهر حاجه تستر العيال. انا مش عاوزه حاجه تاني من الدنيا غير ما اجهز بنتي واسطرها بس، عشان جوزي راجل كبير وعيان بس. انا مش عاوزه حاجه تاني من الدنيا، وهم قاعدين في الاوضتين دول.